يعني اعتقد ان احنا برضو اتكلمنا عن نادي الزمالك. الوقت بيجري مننا سريعا، عندنا مراسلنا في النادي الاهلي، عاوزين برضو نعرف منه اخر عبد الاخبار. الحميد جلال. تمام. اهلا بيك يا عبد الحميد، اتفضل. اهلا بك سامح وحاتم، وتحياتي لناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عصام الحسن. اهلا بيك يا استاذ صلاح. اخر الاخبار عندك ايه؟ وعايزين نعرف اخبار متعب، احنا سامعين ان هو جاهز ان شاء الله للقاء بتروجيت، فالدنيا ماشيه ازاي؟ انا بس قبل متعب الاول هكلمك ان النهارده فريق 21 سنه بالنادي الاهلي انسحب من بطوله الجمهوريه. تمام. بسبب انشغال اللاعبين باداء الامتحانات اخر السنه وكده، وكذلك ان معظم العناصر الاساسيه في الفريق تم تصعيدها للفريق الاول، وعشان كده مجلس الاداره وافق على قرار الانسحاب، رغم ان النادي الاهلي كان بيحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطه خلف المقاولين المتصدر برصيد 35 نقطه. تمام. بالنسبه لعماد متعب، خلاص متعب يمكن شارك في الفتره الاخيره في التدريبات، وكان ظاهر بشكل كويس في مباراه السلميه الكويتي، لكن هو النهارده ما حضرش التدريب بناء على اذن مسبق بينه وبين مستر مانويل جوزيه، لانه عنده بعض الارتباطات الخاصه في الجامعه بتاعته كده، لكن هينضم من بكره، وان شاء الله ما فيش اي مشاكل بالنسبه لمشاركته، وده حاجه ترجع لمستر مانويل جوزيه المدير الفني للفريق. تمام. اللي هو النهارده كان يعني ضرب روح مثال في الرؤيه، اتكلم على كابتن حسن شحاته بعد التدريب، وقال ان ليه الناس بتذبحه في مصر. حسن شحاته دوت هو اللي حقق للمصريين انجازات كبيره جدا جدا، 3 بطولات كاس افريقيه، ومش ما فيش مدرب بيفوز على طول، زي ما فيش فريق بيفوز بكل البطولات، فعشان كده مش لازم نذبحه. تمام. يمكن هو برضو عمل جلسه خاصه مع اللعيبه الدوليين اللي هم وائل جمعه وحسام غالي المجموعه اللي كانت في المنتخب. طبعا كان بيعالجهم نفسيا في حضور الطبيب النفسي، اتكلم معاهم قال لهم انتوا لسه عندكم القدره على العطاء، وكل النجوم بتتحارب وهو ده مصيركم، انتوا ارتضيتوا ان انتوا تكونوا نجوم، فلازم عادي تستحملوا، وان انتوا تثبتوا للناس ان انتوا عندكم القدره على العطاء من خلال ان انتوا تجيبوا الدوري للنادي الاهلي. عبد الحميد معلش برضو عشان الوقت قصير، احنا اخرناك معانا، بس بنشكرك جدا، وان شاء الله الاسبوع اللي جاي تجيب لنا اخبار اكتر من كده، ويبقى عندك وقت اكتر من كده. شكرا ليك يا عبد الحميد.